بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. من أغرب القصص قصة اللص الفقيه. قال أحمد بن معدل: كنت جالسا عند عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، فجاءه بعض جلسائه فقال أعجوبة. قال: وما هي؟ قال: خرجت إلى حائطي بالغابة، فلما أصحرت أي دخلت في الصحراء وبعدت عن البيوت، تعرض لي رجل فقال: اخلع ثيابك. قلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك. قلت: ومن أين؟ قال: لأنني أخوك وأنا عريان وأنت مكتسن. قلت: فالمواساة؟ قال: كلا، قد لبستها برهة وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها. قلت: فتعريني وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك، فقد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. قلت: فيلقاني الناس فيرون عورتي؟ قال: لو كان الناس يرونك في هذه الطريق ما عرضت لك فيها. فقلت: إني أراك ظريفا، فدعني حتى أمضي إلى حائطي وأنزع هذه الثياب وأوجه بها إليك. قال: كلا، أردت أن توجه إلي 4 من عبيدك فيحملونني إلى السلطان فيحبسني ويمزق جلدي ويطرح في رجل القيد. قلت: كلا، أحلف لك أيمانا أني أفي لك بما وعدتك ولا أسوك. قال: كلا، إنا روينا عن مالك أنه قال: لا تلزم الأيمان التي يحلف بها للصوص. قلت: فأحلف لك أني لا أحتال في أيمان هذه. قال: هذه يمين مركبة على أيمان اللصوص. قلت: فدعي المناظرة بيننا، فوالله لأوجهن إليك هذه الثياب طيبة بها نفسي. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: تدري فيما فكرت؟ قلت: لا. قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فلم أجد لصا أخذ نسيئة، وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وزرها ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثيابك. فخلعتها ودفعتها إليه.